أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون أقد حكت قومنا في أعناقهم عذابا فيتكاثهم مطمعون وجعلنا من أيديك ومن خلفك سدا فألزمناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع سنة الرحمن الرحيم الكريم إنا نحن الموتى ونكتب الدم وآثارهم وكل شيء أوصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فأتت بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنت الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا زينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون جاء الأقصى ينظر يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن الرحمن مثل لا تغني فاتهم شيئا ولا ينجلون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إذا ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ويأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآيات الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت الرسل القديم لا الشمس ينبغي لها أن القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم بالفلك المشهود وخرجنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا إن شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يجسمون ولا يستطيعون توجية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا قد بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد جبنا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط أما يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكتب العلم ولا يعقلون وما علمناه شيئا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القلوب الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم كلهم محضرون ولا يذكر الله منا نعلم سرنا وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو عظيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي حقا قال من يهل هي رميم وجه الذي يشاء مرة وهو بكل حلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس والناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تعوده زنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بعلمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعاهدنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يذل أنكم أهل البيت فهم تغفيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بالله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سلم رضي الله تبارك وتعالى على ساداتنا أجمعين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الغفور الرحيم حمد الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبة حق علينا إن شاء الله تعالى من الآمين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة والكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين لمن كان نازل أسماء مذكور من الحبائب والرحل الأسرة وإلى رسول المرحوم لا رحمة الحي القيوم وحبيب الحول حبيبنا الحبيب مختار بن محمد بن شهاب الدين النبي السابق أن الله يغفر له ويرحم برحمته والدينا واليه خاصة وجميع أموات المسلمين عمه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي الحاكم على خلقه بالفناء محيي الموتى وميت الأحياء أحمده على من القضاء ونشكره على ما أسلف من النعماء وضاعف من الآلاء وصرف من اللهواء ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ذو البهاء والسناء والعظمة والكبرياء شهادة نحيا بها محسنا ونموت عليها مؤمنا ونبعث بها آمنا وندخل بها الجنة مع من كان بها من الموحدين ساكنا. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد الأسفياء صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء وعلى صحابته وسائر الأولياء صلاة دائمة بلا انتهاء باقية ما لها انقضاء. اللهم إنا نحمدك على ما هديتنا له من الإسلام وعلمتنا له من الأحكام حتى جعلتنا ممن يهتدي بهديك ويدين بدينك ويتبع سنة نبيك ويؤمن بتلاوة وحيك ويتشرف بكريم خطابك ويطالب كما كتابك الذي أنزلته على سيدنا محمد خاتم أنبيائك تمني على أنبائك واجعله شفيعا للمؤمنين وهدى للعالمين ورحمة للمصدقين وعصمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بوعده ووعيده ويتلذذ بعمله وترجيله ويكره بترتيله وتزويده ولا يتعدى حتى حدوده ويعتصم به من الشيطان وجنوده ويبلغ به برضاك إلى مقصوده. اللهم وتجاوز عنا ما قصرنا به من تلاوة ما رتلناها وقراءة ما تعملناها وحمد له على غير طهارة أحملناها وأعمالنا لبدأنا إلى العمل بها به وما عملناها واغفر اللهم لنا بحرمته كل سيئة ارتكبناها أسررناها أو أعلناها وتجاوز عنا بحقه كل خطيئة أخطأناها. اللهم اجعلنا ممن سعيد به فكان له حجة ولا تجعلنا ممن شقي به فعميا عليه المعجة. اللهم ما تفضلت به علينا بهذه الساعة التي جمعنا بها قدرتك وألفنا بها مشيئتك على تلاوة وحيك وقراءة كتابك من دعوة صالحة استجبتها أو قراءة تقبلتها أو بركة أنزلتها أو مغفرة أنعمت بها أو رحمة تفضلت بها
ونسألك اللهم أن تجعل ذلك تحفة منا وهدية عنا وسيلة منا إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح أئمة المؤمنين الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسول سيدنا وحاجنا الله بن أحمد بن إسحاق بن عبد الله سيدنا وقربتنا وكيل القدام الهبي محمد بن علي فعلى بأصوله مغفورين والمقدم الثاني رسول عبد الرحمن السكاب وأولاد وتأسل المنتهى الحبشي وأصول مغفورين فكانت أولي الأشياء برها وبارها منهم الحبيب حامد بن علي الحجاج الوحسن المعطى من الأهداد الهدي عبد الشيخ سكر وقابل المقبول في مقبل سكر ثم إلى رسول البدر الهدي أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى رسول الهدي عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى رسول الهدي عبد الله بن سالم ثم إلى رسول الهدي عبد الرحمن بن الحبشي ثم إلى رسول الهدي أحمد بن حامد الكان ثم إلى رسول الحبيب علي بن أحمد بن حسين ثم إلى رسول سيد التربة الحبيب البارك بن أحمد بن شهاب بن شهاب وأصوله وفروعه ثم إلى رسول الهدي عبد الله بن شهاب ثم إلى رسول الهدي معاذ بن محمد بن يحيى ثم إلى رسول الله أبي بكر شريف بن شهاب ثم إلى رسول الله محمد بن شهاب وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا على وعلوه أجمعين ثم إلى أرواح خصوص المرحوم الحبيب محمد بن شهاب بن شهاب والمرحوم الحبيب محمد بن عثمان بن شهاب بن سالم والمرحوم الحبيب أبو بكر بن محمد بن شهاب والمرحوم الحبيب علي زين العابدين بن محمد بن شهاب والمرحوم الحبيب حامد بن محمد بن شهاب والمرحوم الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن شهاب بن سالم والعثمان بن محمد بن شهاب بن سالم والمرحوم الحبيب شيخان بن عبد القادر بن شهاب والمرحومة الشريفة أمينة بنت عبد الله بن شهاب بن سالم والمرحومة الشريفة عائشة بنت أحمد الحامد والمرحومة الشريفة أمينة بنت محمد بن شهاب والمرحومة الشريفة منيرة بنت عبد الرحمن بن شهاب والمرحومة الشريفة أبو حبيبة بنت قاسم بن شهاب والمرحومة الشريفة خديجة بنت محمد بن شهاب ثم إلى رسول المرحوم إلى رحمة الحي القيوم الحبيب بن محمد بن شهاب الذي جمعتنا بسببه وهديتنا للتراحم عليه اللهم أدخل عليه رحمة من عندك توسع بها مدخله وتنير بها منزله وتبلغ بها برضاك أكمله وتنيره بها من ثوابك أجزله واغفر اللهم لنا وله اللهم إنه أمسى فقيرا إليك نازلا بمناعك متعلقا بحق رجائك منقطعا عن أهله وأحبابه مبارك إخوانه وأضرابه ملتهبا بأثواب إضرابه راجيا ما يحق له من ثوابه مشفقا مما يحق عليه من عقابه قد سمح به إليك الأشحاء وجاد به الأضلاء وتخلى عنه الأخلاء وباركه الأحباء وتبرأ منه الأولياء وأنت أرحم به من أحبابه وحن عليه من أوليائه وعطف عليه من أخلائه وأربط به من آبائه وأبنائه اللهم ارحمه رحمة تهديها إليه واغفر له مغفرة تمن بها عليه واجعل قراءتنا نورا له يسعى بين يديه اللهم واجعل القرآن العظيم عملا له يوم الفزع وعونا له على هول المطلع وزلفى له إليك عند المرتجى يوم يأتيك وحيدا فريدا يوم تجد كل نفس ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا واخلفه اللهم بأهله وأهل مودته بقلب صالح تجمع به شتاته وتديم به الصلاة ثباته وترحم به أحياءهم وأمواتهم وتجبر به ما صلى من به فقره وتطلب به ما ترى من أشيائه بوجده وتعصمهم بالصبر الجميل من بعده اللهم إنا نتوسل إليك اللهم إنا نتشفع إليك يوجه الشفعاء إليك وعظم من أقسم بحقه عليك بحق النبي الطاهر الزكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم وآله وأصحابه وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مجللا سحا طبقا آما دائما. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرم كافة الحاضرين في هذا المقام زي إحسانك وقسم لنا ولهم نصيبا من لطيف امتنانك وتغمدنا وإياهم بعفوك وغفرانك ومن علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين بمغفرتك ورضوانك واجعلنا يا رب من المفلحين المنجحين الفائزين البارين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وسلم عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم بهذه الفاتحة وسر الفاتحة يا بارك الرحمة يا كاسب الغم يا من يعمل ويغفر ويرحم ويدافع عن ظلام يا الله ويدافع عن ظلام الرحمن ويدافع عن ظلام الرحيم. ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والبأساء والمنكر والسلوك المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا. Masyaallah hadirin rahimakumullah wa barakatuh. Alhamdulillah telah bersama-sama kita bacakan daripada Majelis Durrah. Kemudian dengan diteruskan dengan salat berjamaah dan juga diteruskan dengan pembahasan Yasin dan tahlil. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita niatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bacakan akan sampai kepada almarhum dan almarhumah dan insyaallah kita pun dengan membaca apa insyaallah segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah wa barakatuh. Minta kesabaran sebentar, marilah bersama-sama kita mendengar mau'izatul hasanah. Dan insyaallah pada malam hari ini akan dibawakan oleh guru kita Fadilatul Habib Ustaz Duk Al-Kab. Wa alaihi fa'tafadhal. Sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal habaib wal asatid wal hadirin mustami'in rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'azara hadirin rahiman wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita diajak berkumpul di sini oleh tuan rumah membacakan salawat, membacakan Al-Quran, membacakan tahlil, tasbih. Tidak lain mengajak perkumpulan seperti ini mencoba untuk memberikan manfaat kepada mereka yang lebih dahulu mendahului kita. Sehingga ada perkataan ulama yang mengatakan laulal ahya la halakal amwat. Kalau bukan karena yang hidup, yang mati itu akan binasa. Tapi karena sebab yang hidup, yang mati tetap bisa mendapatkan manfaat daripada kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat.
apa yang dilakukan oleh tuan rumah mengumpulkan kita di sini menampakkan hal yang luar biasa. Di antaranya menunjukkan tanda-tanda anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini juga bisa kita pelajaran bahwasanya kebaktian seorang anak itu seumur hidup. Bukan kebaktian seorang anak itu semasa sepanjang hidup orang tua, enggak. Tapi kebaktian seorang anak terhadap orang tua itu hidup anak tersebut. Selagi anak itu hidup di dunia ini, maka dia masih diperintahkan dalam agama untuk bisa berbakti dan harus berbakti. Makanya pernah mendengarkan Imamul Haddad membagi bagian anak yang dianggap berbakti dan anak yang dianggap durhaka kepada orang tua. Ada dua macam anak yang dianggap berbakti dan dua macam anak yang dianggap durhaka kepada orang tua. Anak yang dianggap berbakti adalah semasa hidupnya dia senantiasa berbakti kepada orang tuanya, semasa hidup orang tuanya. Setelah wafat orang tuanya dia tetap berbakti dengan mengirimkan ganjaran-ganjaran amal ibadah, pahala-pahala yang sifatnya ganjaran tersebut mengalir kepada orang tuanya yang telah wafat. Karena Rasulullah pernah menceritakan, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqi alayya min birri abawayya ba'da wafatihima ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, masihkah ada sisa untuk aku bakti kepada orang tuaku setelah wafatnya orang tuaku? Bala, Rasulullah mengatakan. Ada, kata Rasulullah. Mendoakannya, mensolatinya, kemudian bersedekah untuk kedua orang tuanya, kemudian silaturahim yang tidak kamu kecuali ada orang tuanya, memuliakan kawan-kawan orang tuanya. Itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi, cara anak untuk bisa berbakti kepada orang tuanya setelah wafatnya orang tuanya. Ini kata Imam Al-Haddad, orang yang dianggap berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah semasa hidupnya dia tidak pernah berbakti kepada orang tua. Tidak pernah berbakti. Setelah wafat orang tua dia berobat kepada Allah, dia lakukan amalan-amalan yang bisa mengalirkan ganjaran pahala untuk orang tuanya. Kata Imam Al-Haddad, itu dianggap orang yang berbakti kepada orang tua. Artinya semasa hidup kita ini, walaupun kita su'ul adab, kurang ajar kepada orang tua kita semasa hidup orang tua tersebut, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berbakti kepada orang tua kita dengan mengirimkan Fatihah, hadiah pahala dari amalan-amalan yang kita lakukan. Dan bukan hanya amalan bacaan Quran saja, duduk majlis taklim. Bahkan pernah dengarkan kisah ada seorang ustaz tuna, anak-anak nyebutkan nama beliau, tapi beliau ngomong, anak majlis ini anak khususkan sengaja untuk hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Ini kan amalan-amalan ibadah yang bisa mengalirkan pahala untuk orang tua. Ganjaran-ganjaran pahala yang bisa menghadirkan untuk orang tua. Mantap. Senyum. Jadi selagi kita masih hidup, kita bisa dianggap berbakti kepada orang tua. Lalu Imam Al-Haddad itu mengatakan ada dua lagi kelompok yang tidak dianggap berbakti kepada orang tua. Apa? Semasa hidup orang tuanya dia berbakti kepada orang tuanya, tapi ketika wafat orang tuanya merasa bebas, beban untuk urus orang tuanya. Dia tidak pernah lagi mendoakan orang tuanya. Dia tidak pernah lagi mengirimkan ganjaran-ganjaran pahala untuk orang tuanya, tidak pernah lagi. Imam Al-Haddad menganggap orang yang seperti ini adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Lalu yang kedua adalah orang yang dianggap semasa hidupnya tidak pernah berbakti kepada orang tua, semasa wafat orang tua juga dia tidak pernah taat kepada Allah, bahkan ganjaran tidak pernah mendoakan orang tuanya. Ini anak yang durhaka. Sampai detik ini pun kita masih diberikan
kesempatan oleh Allah untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Dan apa yang dilakukan oleh tuan rumah, sahibul hajat, mengumpulkan kita di sini, ini salah satu cara jalan untuk kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Dan ini adalah proses penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cara menghamba kepada Allah itu banyak cara. Salah satunya menjadikan diri kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Lalu di dalam acara ini pun juga mengingatkan kepada kita, Pak, kehidupan di dunia ini tidak lama. Anak tadi baca almarhum sudah 3 tahun, tidak terasa. Dan beliau sudah dilupakan. Mungkin hanya anak-anaknya, keluarga yang terdekat yang masih mengingat beliau. Mengingatkan juga kepada kita sama. Berapa banyak kita mendengarkan di media sosial wafatnya seseorang, heboh sehari, 2 hari, 3 hari. Semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan stiker doa. Tak tahu dibaca apa tidak doa tersebut. Kirim dulu stiker. Itu yang dilakukan. Heboh. 3 hari selesai dari itu selesai. Kehebohan itu hilang. Kemudian yang mengingatnya cuma keluarga, bahkan juga karena kesibukan akan dunia menjadikan mereka lalai kepada yang sudah wafat tersebut. Begitu diri kita, karena kehidupan di akhirat itu kehidupan yang hakiki. Anak pernah dengar Ustaz Aman pernah ngomong, wong yang memikirkan masa depan bukan yang memikirkan masa tua. Wong yang memikirkan masa depan adalah memikirkan kehidupan dia setelah mati. Tapi jarang di antara kita yang memikirkan kehidupan setelah mati. Yang kita pikirkan masa depan kita, cak mana hidup tua kita nyaman, hidup tua kita sehat, hidup tua kita punya anak, cucu, anak-anak kita punya rumah. Itu yang kita pikirkan kehidupan. Itu bukan masa depan kita, kawan. Dunia gorok, penuh tipu daya. Masa depan kita adalah kehidupan setelah datangnya kematian kepada kita. Bagaimana keadaan kita setelah datang kematian kepada kita? Itu yang harus menjadi pikiran bagi diri kita. Maka ulama menganjurkan kepada kita orang itu, kalau kita buka kitab fikih, setiap pembahasan bab jenazah itu, sebagian ulama itu menganjurkan kepada kita pikirkan 3 hal selayaknya sebagai mukmin di dalam pembahasan bab jenazah. Apa hal yang harus kita lakukan sebelum datangnya kematian kepada kita? Yang kedua, hal yang dilakukan ketika datangnya kematian kepada kita. Yang ketiga, hal yang dilakukan setelah datangnya kematian kepada kita. Makanya di dalam bab fikih itu yang bahas itu tiga itu dalam beda gitu kalau bab jenazah. Setelah datangnya kematian yaitu mandikan, sholati, kafani, sholati, kubur, itu yang dibahas. Ketika datangnya kematian itu apa? Ya ada ke arah kiblat, bacakan yasin, diwudu'i, diinjak minum, ditalkinkan. Kebiasaan begitu sudah. Tapi hal yang sebelum datangnya kematian kepada kita selayaknya mukmin, wong yang percaya, yang punya akidah, yang punya keyakinan adanya kehidupan setelah kematian, itu yang harus kita pikirkan. Apa dia ada? Zikrul maut, mengingatkan kematian dengan lisan, cerita terus tentang mati. Kita apa bini kita? Anak kalau meninggal, sebagian orang anggap cerita mati ini tidak bagus. Kak, jangan cerita macam itu, Kak. Tak baik cerita itu. Padahal cerita yang paling bagus dalam kehidupan kita ini adalah cerita mati. Itu adalah cerita tentang mati. Itulah yang membaguskan diri kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita kan berhal, belisan. Kemudian berkalbi, ingat terus dengan kematian. Ya Allah, meninggal. Ya Allah, meninggal. Ya Allah, meninggal. Apalagi kita tengok keadaan-keadaan di zaman sekarang.
Di antara tanda-tanda saat, alamat saat, tanda-tanda kiamat itu al-mautul fajaah, mati tiba-tiba. Lagi duduk makan, aduh, ada budak manis, masya Allah, sabar masih bodoh. Bulan ini harus wisuda ini. Sehat agak sakit, semangat punya gagal makan bakso, selek. Subhanallah, ibu juga betul. Malik bakso tadi. Artinya ingatkan kepada kita ini, jangan kita berpikir bahwasanya butuh wasilah untuk kita mati. Dah, makanya kadang kita ngomongkan sakit apa selalu yang kita tanyakan kalau ada mengetahui sakit apa semua, makan sehat. Memang sakit itu alamat usaha, alamat maut, tanda-tanda wong meninggal. Tapi pada akhirnya kehidupan ini tidak butuh tanda-tanda. Banyak cara untuk kita mati. Banyak cara. Kalau kita insan daif, lemah, tidak mampu melawan yang namanya takdir kematian kepada kita. Dan kita pasti akan menghadapi itu. Ingatkan kepada kita, ikhwan, hidup ini sesaat sudah. Semuanya pasti akan berlalu. Makanya kita tidak tahu hakikat kedudukan kehidupan ini kecuali setelah mati. Kalau sudah mati ya Tuhan, masya Allah. Makanya pernah ditanyakan, mau mati itu sadar tak? Dia mati. Sadar Tuhan. Sesadar-sadarnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan an-nasu niyami damatun sabahu. Manusianya tertidur. Tapi kalau mati baru tersadarkan hakikat hidup. Kapan? Mati baru sadar hakikat hidup ini untuk apa? Sehingga banyak di dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana keadaan orang yang dimatikan tersebut. Hatta idza jaa hadal maut qala rabbi irji'un la'ali amalan salihan mimma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min ketika didatangkan kematian kepada mereka, kata Allah, apa? Ya Allah, balik aku lagi ya Allah, supaya aku bisa melakukan amal-amal saleh. Teriak yang mati, teriak yang meninggal, teriak yang sudah dilihat lahat. Tak ada satupun yang mampu menolong mereka. Mereka teriak untuk meminta kepada Allah supaya dihidupkan lagi, supaya bisa melakukan amal saleh. Apa Allah hidupkan mereka? Kalau tidak akan sekali-kali. Itu kalimat hanya diucap-ucapkannya saja, kata Allah. Karena di hadapan mereka ada alam barzakh dan banyak hal, Tuhan. Nafsi kita orang. Siapapun pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Makanya konsep hidup di dunia ini apa? Wafat amasih apa ini kamu seumur. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, kau dibalas oleh Allah. Itu konsepnya dalam hidup ini. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, kau dibalas oleh Allah. Kau lakukan ketaatan, kau dibalas oleh Allah. Kau lakukan kemaksiatan, kau dibalas oleh Allah. Kau lakukan kesia-siaan pun kau dibalas oleh Allah. Salah satu sifat Allah al-intiqam, maha membalas. Dari sifat adilnya Allah. Tak ada yang negatif balasan, ada balasan. Ada yang namanya balasan. Bersyukur kalau dibalas di dunia, karena itu bisa menjadikan keringanan ampunan dari dosa yang dia lakukan. Masuk itu, alhamdulillah rezeki luas, alhamdulillah sehat, tak pernah sakit, alhamdulillah panjang umur, sehat, alhamdulillah hidupnya senang, hari ini makan lemak. Wan, lebih hati-hati. Mungkin Allah dah menginginkan kebaikan untuk kita, sehingga Allah jauhkan kesusahan-kesusahan tersebut yang bisa meringankan kita di dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Dan apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak